السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فهدي ابني بقى عايز اقول لكم على حاجة. لايك وشري حبايبي. ايه يا فادي اللي انت بتقوله ده؟ عجبتني والله. النهارده انا مع بعض فطاير بالجبنة، حاجة جميلة سهلة خالص، تنفع للفطار وتنفع للعشاء، خفيفة كده وجميلة. مكوناتها سهلة خالص. تعالوا بقى نقول لكم مقاديرها مع بعضنا كده. معانا حبايبي بولة فيها كوباية مية وكوباية حليب. خلاص يا فهود، بس هما دافيين، يعني بيبقوا دافيين، ما يبقوش ساقعين عشان خاطر الجو وكده. وهننزل عليهم بمعلقتين خميره ومعلقتين سكر، معلقه مش صغيره دي، ما شاء الله تبارك الرحمن، ومعلقه خل حلو جدا للعجين، بديله طراوه كده وبخليه حلو كده وهش. وهننزل عليهم بمعلقتين 2 زيت، ومش شرط يعني لو مفيش زيت ما حطيتوش ماده ادام مفيش مشاكل. وهنبتدي بقى ندوب الخليط كويس مع بعض كده، ندوب الخميره كده. واتفقنا ان اللبن والميه يكونوا دافيين عشان الجو البارد ده. وهننزل عليهم كده بمعلقتين لبن بودر، وهندوب كده اللبن البودر حلو جدا في العجين. وهننزل عليهم بقى البرامه الصغيره ديت بمقدار كوبايه من الدقيق، يعني كده نص كيلو، كمان واحده بكيلو الا ربع، هي ربع كيلو. ودي معلقه ملح. وهنبتدي بقى احنا ندوب الخليط كله مع بعض كده. وطبعا نوعيه الدقيق معانا على حسب الاستخدام. طبعا الدقيق زي ما انتم شايفينه كده قدامكم ياما على الميه، فانا زودته كمان كوبايه دقيق، يعني انا زودت كمان كوبايه، يعني بقى 4 كوبايات. وعجنتها كويس كده. بعد ما عجنتها كويس ولتتها، وانا عجنت العجين معاكم كذا مره ما شاء الله تبارك الرحمن. هنركنها بقى ساعه، حطيتها كده بكيس استريتش وركنتها ساعه. هنا كده يا حبايبي بعد ما خمرت معانا ما شاء الله، الكميه تضاعفت اهي ما شاء الله تبارك الرحمن. ما كملتش الساعه كمان لان الخميره ممتازه، فما خدش معايا وقت. ننضف بقى اللي هنخبز عليها ديت. نزلت كده بالعجين زي ما انتم شايفين. وهنبتدي بقى ان احنا نكور العجين كور صغير. الفطاير دي جميله جدا وسهله وخفيفه نبقى متغديين كده بدري ولا حاجه وجوعنا جوع نص الليل كده، حلوه جدا للفطار للعشاء. نص الليل واحنا قاعدين نعملوها كده، ما بتاخدش وقت مننا خالص ومش مكلفه جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. والحشو اللي جواها بقى اختياري، يعني اللي عنده اي حاجه موجوده متوفره، مش شرط اي حاجه معينه. يعني انا الفطاير دي هنعمل منها حلو وحادق ما شاء الله تبارك الرحمن، سهله وخفيفه جدا. تعملي كده في البيت بالليل وانتي قاعده كده، دفي البيت كده عندك، وريحه الخبيز كده في البيت ريحته حلوه، والولاد بتفرح بيه قوي. هنا حبايبي كده جبنه معايا، جبنه هي عبورلاند، وهي اي نوع تستخدموه يكون متوفر عندكم موجود، وفلفل رومي اخضر، ونزلت الجبنه موتزاريلا عليه. الحشو اختياري، اللي حابب اي نوع جبنه يحطه، حابب يحط زيتون، فلفل الوان، يحط اي حاجه مفيش مشاكل، يعني الحشو ده اختياري. انا جبنه متوفره عندي بولندي فحطيت منها وجبنه موتزاريلا وخلاص. هنعمل كمان واحده معاكم، هنفردها كويس كده، خلي السمك بتاعها كده مش تخين ولا رفيع، يعني متوسط ما شاء الله تبارك الرحمن. الفطير ديت من الحاجات الحلوه جدا السهله فعلا الخفيفه. اعملوها حبايبي كده، اما تلاقوا كده مش لاقيين حاجه تعملوها، ادي اسهل واخف حاجه ان هي تتعمل في ثواني كده. برضه هننزل بالجبنه معانا الاول، ممكن جبنه كريمي، ممكن اي نوع من اللي انتوا تحبوه. وننزل كده بالجبنه موزاريلا ونقفلها من الجنب كده بالشوكه، نتك عليها كده بالشوكه كده من الاطراف ما شاء الله تبارك الرحمن. عملت المنظر اللي انتوا شايفينه الجميل ده. هنا بقى حبيت نحط في 2 طماطم كمان، بس ما حطيتش في الكل طماطم عشان الطماطم بتسرد ميه،
فقلت عشان خاطر ايه ما تصرش ميه كتير في العجين. وهنا كان فاضل اخر 2 عملتهم بقى حلو. قطعت موز ونزلت عليه بالشوكولاته كده. دي بقى الفطاير الحلوه. طبعا اللي عنده نوتيلا، اللي عنده لوتس، اللي عنده اي نوع حشو يتحط جوه حلو كده، ممكن مربى، اي نوع انت تحبوه حلو في الفطاير ديت حطوه. انا كان متوفر عندي شوكولاته بموز كده، فحبيت اعملها كده لفحت اللي ماما تعملي لي منها موز بالموز والشوكولاته، فحبيت اعمله ما زعلوش. وهنا بقى قال لي حط لي جبنه موتزاريلا عليه، بس ازاي مش عارفه، بس حطيت له عشان ما يزعلش. بس بجد كانت حلوه، يعني انا قلت جبنه موتزاريلا على موز وشوكولاته، بس طلعت تحفه بجد، طلعت طعمها جميل. هنا كده الكميه بعد ما عملتها ما شاء الله الكيلو عمل لي كميه حلوه جدا زي ما انتم شايفين كده. دهنت الصينيه ديت زيت، وبدهن الوش كده برضو زيت، حاجه بسيطه خالص كده. احنا متفقين هي ما فيهاش ماده دهون اساسا، يعني مش بسمنه ولا زيت، بس ما شاء الله لونها ازاي جميل تحفه. تبقى على الفرن درجه حراره 180، تاخد كده 10 دقايق في الفرن. ما شاء الله تبارك الرحمن، طريه هشه العجينه تحفه ما شاء الله. الحشوه جميله جدا ما شاء الله تبارك الرحمن، زي ما انتم شايفين ازاي العجينه قطنيه. اهم حاجه نخدم العجينه كويس. جربوها هتحبوها جدا، سهله وخفيفه خالص. ملهاش حل ما شاء الله تبارك الرحمن. وعملت منها الحلو والحادق، يعني عملت منها 2 اللي حابب كده. ما شاء الله طلعت اللي بالشوكولاته دي فعلا تحفه، مديه كده للمولتو شويه. بجد جربوها تحبوها جدا. ما تنسوش حبايبي تدعموني ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.